السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وصحة وسعادة. كان الأخ محمد ناصر طلع بفيديو لشخص من لشخص مصري عايش في أمريكا، أو بيدعي إنه هو عايش في أمريكا. وادعى هذا الشخص في الفيديو إن ال90 بيضة ب14.5 دولار، أو محمد ناصر سمعها إن ال90 بيضة ب2 دولار. وطبعا هذا الشخص اللي عمل الفيديو، طبعا أولا أحب أعرف حضراتكم إن السعر اللي هو وراه لنا ممكن يكون هو اللي حاطط اليافطة. ممكن اليافطة دي ما تكونش المحل اللي حاططها، هو نفسه لقى الركن يكون هادي، ممكن ما فيش ناس من اللي شغالين في المكان في المنطقة كتير، فيكون حط اليافطة بنفسه. ده احتمال. احتمال تاني حضراتكم هو ان الدكان اللي راحوا ده يكون دكان جملة. دي تاني حاجة. فحضراتكم دكاكين الجملة دي انت لازم تدفع لها اشتراك، وبتحتاج يكون عندك عربية وتدخلها مشوار وتحرق بنزين قد كده، وتسوق لمسافة طويلة عشان توصل للأماكن اللي هي بتاعت تجارة الجملة. بس مش هتكون طبعا 90 بيضة ب2 دولار، وأشك في سعر حتى 90 بيضة ب14.5 دولار كسعر جملة. ولكن حضراتكم هقول لكم السعر العام للبيض في أمريكا. السعر العام للبيض في أمريكا هو إن الدستة اللي 12 بيضة سعرهم 6 دولار أو 7 دولار. لو البيض قرب إنه يفسد أو يتلف بينزل على سيل، يعني ينزل عليه تخفيض ويتباع ب5 دولار، 5 دولار وشوية فكة. ده ممكن. لكن أي أسعار تانية هي أسعار خرافية ومخرفة. نفس دستة البيض دي اللي هي دلوقتي ب6 دولار يا أخوانا، دي منذ أشهر، يعني من أقل من سنة كانت ب2 دولار. فسعر البيض يا محمد يا ناصر ما زادش بنسبة 49% فعلا زي ما الإعلاميين بيقولوا، وانت سخرت منهم لهذا السبب. لا، سعر البيض في أمريكا زاد 3 أضعاف، يعني زاد بنسبة 300% إلى 350%، وليس 49% زي ما الإعلاميين المصريين قالوا. طبعا انا مش بقولك الكلام ده عشان انحاز لصفك ضدهم ولا لصفهم ضدك، لا، انا ملياش في الحوار ده برمته. انا بس بتكلم عن معلومة يهمني انها توصل للناس من غير تضليل، ومن غير واحد عايز يرخص البيض قوي او واحد عايز يغليه قوي، ملياش فيه. انا بتكلم عن الحقيقة ان سعر دستة البيض ما زادش بنسبة 49% ولا حتى بنسبة 100%. لا، البيض في امريكا يا اخوانا زاد بنسبة 300% الى 350%. ماشي. كونه قرب يفسد عشان انتهت صلاحيته قربت تخلص، ده ممكن ينزل عليه تخفيض بحيث يتباع ممكن ب5 5.5 حاجة زي كده. خلاف ذلك أسعار البيض، ال90 بيضة ب2 دولار أو 90 بيضة حتى ب14.5 دولار، الأسعار دي حتى ما حصلتش أسعار جملة. فحضراتكم لازم تتحروا الدقة، وبالذات وراء الناس اللي هي أصحاب الأجندة، اللي عايز يسيس الموضوع فيرخص الحاجة زيادة عن اللزوم. الكلام ده يا اخوانا انصحكم بعدم الانسياق لتلك المعلومات المضللة. وانصح محمد ناصر انه ايضا يعتمد على ناس
يعني ايه مصدر دقيق، مش يعتمد على واحد ايا كان السبب انه عايز يطلع البيض رخيص بالعافية في امريكا. ارجو ان الرسالة تكون وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.